السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعمل النهاردة مع بعض حلاوة المولد النبوي الشريف، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل الحمصية والسمسمية والفولية بأسهل وأبسط طريقة وبأقل تكلفة، وفي أقل وقت هتعمليها وتفرحي أولادك بيها. كمية جميلة جدا والتكلفة بتاعتها بسيطة. طلع معايا بجد أجمل وأنضف مليون مرة من اللي احنا بنشتريها جاهزة. بجد تحفة. ان شاء الله تعجبكم وتقولوا في تعليقاتكم الجميله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك الحلو منكم، الاشتراك في القناه لو انتم مش مشتركين، تنوروني وتشرفوني. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا عايزين كده نملى التعليقات بالصلاه والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه يا بنات هحضر الصينيه بتاعتنا اللي هنعمل فيها الحلاوه، دهنتها بمسحه بسيطه من الزيت او الميه، وفردت عليها كيس من اكياس التلاجة ومسحته برده بمسحه بسيطه من الزيت. وبعد كده هركنها دلوقتي على جنب. في طاسة بقى على النار نزلت بيه كوباية إلا ربع من السكر، عليها ربع كوباية من المية، عليها باكت من الفانيليا. ممكن تستبدليه بمعلقة صغيرة من مية الورد أو ماء الزهر، ومعلقة كبيرة مليانة كده من عسل الجلوكوز. أنا كده يا بنات لسه مولعتش النار. تمام. كده عصرة نص ليمونة، هولع نار متوسطة وهقلب بقى تقليب مستمر لحد ما تديني اخد كده معلقتين، يعني نقطتين 3 من العسل في نص كوباية من المية. لو لقيتيها جمدت معاكي كده وبتتكسر، يبقى كده احنا وصلنا للمرحلة المطلوبة. لو لقيتيها لسه طرية وبتتشبط معاكي، فقلبي تقلبتين 3 لحد ما توصل معاكي كده. اختبري كل شوية لحد ما تلاقي العسل بقى جمد وبيتكسر معاكي. اطفي النار وانزلي بربع معلقه صغيره من البيكربونات بتاعه الطعميه، بيكربونات الصوديوم يا بنات. هنقلبها تقليبه وبعد كده هننزل ب 300 جرام من الفول السوداني. الفول السوداني ده يا بنات لسه كنت جايباه طازه من المقله، كان سخن يا دوبك قشرته من القشره الحمراء، وبعدين فصصته على نصين. تمام. فهو لو ما كانش سخن معاكي وجايباه من المقله زي كده، يعني حطيه في الطاسه على النار عشان تطلعي منه الرطوبه. قلبيه تقليبتين 3 لحد ما يسخن معاكي. تمام. فانا ما عملتش الخطوه دي علشان كان الفول السوداني سخن جدا من المقله. بعد كده والطاسه سخنه نزلت في الصينيه بتاعته وفردته بمساعده الكيس اللي احنا فردينه على الصينيه. طبعا حاسبي في الخطوه دي عشان بيبقى سخن جدا. وبعد كده السكينه تكون ممسوحه مسحه من الزيت، قطعي التقطيعه اللي انت حباها. هنعمل الخطوه التانية او الوصفه التانية ان شاء الله. هنعمل السمسم. دهنا الصينيه نفس الخطوه اللي احنا عملناها في السوداني، ومعايا نص كيلو من السمسم منقياه كويس جدا جدا. اهم خطوه يا بنات، لازم تعديه على مصفى بالشكل ده علشان هينزل كده يعني حاجه كده زي البودر. تقريبا يعني ممكن تكون اللي هي القشور بتاعه السمسم. هي قشور من السمسم او حاجات او ممكن تكون حاجه كده ما انت شايفاها رفيعه، فهتعدي من المصفى. هنضمن ان احنا نقينا السمسم كويس جدا ونتاكد من نظافه السمسم بتاعنا بالشكل ده. كده انا عديته كله على مصفى. ده نص كيلو 500 جرام يا بنات، وبصوا الكميه اللي طلعت منه بقى نضيف معايا وبقى زي القمر بالشكل ده. ودي الكميه اللي طلعت منه عامله زي ما تكون بودر كده، اللي هي القشور بتاعه السمسم. شايفين؟ دي بقى ملهاش اي لازمه خالص. كمان بتديكي نتيجة أفضل وتبقى عاملة حاجة نظيفة كده بإيديك الحلوين. هناخد السمسم بتاعنا وننزل بيه على نار متوسطة في صينية، وهبدأ إن أنا أقلبه أطلع رطوبة منه ودوبك بس يسخن معايا مش أكتر، لأن هو كده متحمص. لو هو مش متحمص برضه حمصيه كده على نار متوسطة وقلبي فيه على نار على نار هادية لحد ما تحمص معاكي. تمام. هنا بقى خلاص هنفضيه في حاجه علشان سخونيه الطاسه بتاعتنا. والمرحله دي يا بنات كانت اتقطعت مني، انا هعيدها معاكم ان شاء الله في الحمصيه. هقول لكم المقادير بتاعه العسل بتاعنا، بس انا بوريكم الخطوه دي. بصوا لازم العسل يكون بيتكسر بالشكل ده، يبقى جامد كده وبتكسر. بتطفي النار وبتحط ربع معلقه من البيكربونات اللي هو بتاع الطعميه، اللي هو بيكربونات الصوديوم. هنديله تقليبه وبعد كده هننزل بيه السمسم بتاعنا. في المرحلة دي لازم نقلب بسرعة، ايديك تبقى خفيفة، تقلبي بسرعة علشان العسل يمتزج كله كده مع السمسم ويتغلف مع السمسم كله بالشكل ده. بعد كده هنروح بقى على الصينية اللي احنا دهنينها مسحة من الزيت وننزل بالسمسم بتاعنا وهو سخن. تمام. الخطوة دي يا بنات لازم تكوني لابسة جوانتي يكون ممسوح مسحة من الزيت، او كيس تلاجة يكون جنبك مجهزاه مسحة بسيطة من الزيت، او ممكن يعني هراسة بطاطس نشابة تكون ممسوحة من الزيت، اي حاجة تضغطي بيها او تفردي بيها المكسرات بتاعتك.
وكمان يستحب ان المعلقه اللي انت بتقلبي بيها او بتنزلي بيها السمسم تكون ممسوحه برضو مسحه بسيطه من الزيت. نزلنا بالسمسم بتاعنا، وهنا انا بمسح الكيس بسرعه كده مسحه بسيطه من الزيت، وهبدا ان انا افرد السمسم بتاعي بالشكل ده. طبعا السمك اللي انت حباه، عايزاه يبقى السمك بتاعه يعني سميك فما تفرداش قوي، السمك هيبقى حسب الفردة اللي انت تفرديها. انا جبت كوباية كده ونيمتها وبفرد بيها بالشكل ده، او نشابة او اي حاجة عندك. انا فردتها بالشكل ده، وبعدين هجيب سكينة بقى امسحها مسحة بسيطة من الزيت، وهبدأ ان انا اقطعها وهي سخنة. لازم الحلويات دي تتقطع وهي سخنة، علشان لو هي نشفت معاكي او جمدت هتبقى صعبة جدا في التقطيع، وكمان هتتفرفت وتتكسر منك. تمام، انا قطعتها بالشكل ده، وكده بقت جاهزة معايا السمسمية بجد تحفة. ونص كيلو عمل كمية بسم الله ما شاء الله. ودي السودانية. تالت حاجة هنعملها بقى الحمصية. معايا كيسين من الحمص، الكيس 250 جرام، يعني الكمية كلها 500 جرام، نص كيلو. هنقيه كويس جدا، وبعد ما نقيه يا بنات هطلع منه. بصوا في حاجة كده بتبقى واحدة بتبقى سمرة، بتبقى لونها بنية زيادة عن اللزوم، بتشيليها، لازم بيتنقى كويس. وكمان عديته على مصفى زي ما عملت بالظبط في السمسم. وهحضر الصينية نفس الخطوات اللي احنا عملناها في الفولية والسمسمية بالشكل ده، وهركنها على جنب، وهروح على النار بقى ابدا ان انا يعني اسخن السمسم الحمص بتاعي حوالي كده، يعني يا دوبك بس تتكي عليه او تمسكيه كده تلاقيه سخن معاكي، لان هو متحمص. بعد كده هحطه في بوله علشان سخونيه الطاسه، وفي نفس الطاسه نزلت بيه كوبايه من السكر. دي المقادير يا بنات بتاعه السمسميه اللي اتقطعت مني. لو انت تشتغل على نص كيلو هتعملي المقادير دي: كوبايه من السكر، نص كوبايه من الميه، نص عصرة ليمونة، باكت من الفانيليا، او ممكن تستبدليه بمعلقة من مية الزهر او مية الورد. كمان هنحط عليه معلقة كبيرة من عسل الكلوكوز، وهنقلب لحد ما نلاقيه برضو العسل بتكسر معانا. يبقى دي مقادير نص كيلو. نص كيلو من اي مكسرات هتعمليها، كوباية كبيرة من السكر، والكوباية حجمها على فكرة 200 جرام. 200 جرام الكوباية، عليها نص كوباية من المية اللي هي 100 جرام. تمام، 100 جرام من المية، 200 جرام من السكر، وهبدأ ان انا انزل بكيس من الفانيليا، ونص عصرة نص ليمونة، وكمان معلقة كبيرة من العسل كلوكوز. وبص بختبر بقى بيتكسر معايا بالشكل ده، العسل لقيته بيتكسر معايا كده، يبقى خلاص تمام. بطفي النار وبنزل بربع معلقة صغيرة من بيكربوناته، البيكربونات بتاع الطعمية او الفلافل، واديله تقليبة، وبنزل بقى بالحمص بتاعنا. هنغلب بقى الحمص في العسل بالشكل ده، وهنروح على الصينية. يبقى احنا لو اشتغلنا على 300 جرام من المكسرات، 300 جرام ل 400 جرام، هنشتغل على كوباية الا ربع من السكر، ربع كوباية من المية، نص عصرة ليمونة، باكت من الفانيليا، معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. لو احنا اشتغلنا على كيلو، على نص كيلو قصدي، نص كيلو من المكسرات زي ما عملنا في السمسمية والحمصية، هنشتغل على كوباية من السكر 200 جرام، نص كوباية من المية 100 جرام، نص عصرة ليمونة، باكت من الفانيليا، او معلقة من مية الورد او مية الزهر، ومعلقة من عسل الجلوكوز، او ممكن معلقتين. وهنقلب لحد ما العسل يتكسر معانا، لازم يتكسر علشان لو العسل ما اتكسرش الحلاوة هتلاقيها بتلزق كده في السنان، ومش هتبقى احلى حاجة. فردنا الحمصية بتاعتنا بنفس الطريقة، وبعد كده قطعتها وهي سخنة بالشكل ده، وبعدين هبدأ بقى اسيبها. المفروض تسيبها ساعتين 3، بس انا يا دوبك كده انا خلصت من هنا يا دوبك نص ساعة، نص ساعة مش اكتر، بدأت ان انا اكسرها معاكم، وبجد تحفة. اهم حاجة يا بنات تبقى مجهزة الكيس اللي انت هتضغطي بيه، او الجوانتي اللي انت تلبسيه يكون يعني ممسوح مسحة من الزيت، علشان يساعد معاكي ان انت تفردي الحلاوة بتاعتك. بصوا بعد ما فات حوالي ساعة، يعني ما كملت الساعة صدقيني، يا دوبك كده لفيت لفة كده في الشقة، خلصت حاجات بسيطة ورجعت لها تاني، بتكسر وزي القمر. أحلى مليون مرة من اللي احنا بنشتريها جاهزة، وأوفر بكتير. لو حسبت الكمية كلها، نص كيلو من السوداني، انا كنت جايبه نص كيلو يا بنات، بس وانا بقشره اكلنا منه شويه، فعلشان كده اشتغلت على 300 جرام من السوداني. نص كيلو من السوداني، ونص كيلو من السمسم، ونص كيلو من الحمص، مش هيعملوا معاكي 100 جنيه، وهتعملي الكمية القمر دي. وعسل الجلوكوز كان عندي، والسكر عندي، فما كلفناش حاجة خالص، وفرحت بيتي. وان شاء الله دايما بيتكم مليانة بالخير والستر والسعادة، ودايما حياتكم كلها مليانة بالسعادة والفرح، اللهم امين يا حبايب قلبي. بس كسرناها وبرصها بالشكل ده، وطلع بجد خطيرة بمقادير مظبوطة جدا. هقول لكم كل المقادير في صندوق الوصف بالكوباية وبالجرام ان شاء الله، عشان تطلع معاكي كده ناجحة،
تفرحي ولادك بيها وتعتمديها كل سنة كده كعادة كده إن شاء الله في المولد النبوي الشريف. بصوا بتتكسر كده يعني بصوا تحفة، ولا بتلزق في السنان ولا السكر بتاعها زيادة ولا أي حاجة، سكرها مظبوط جدا، طالعة جميلة جدا لو جدا. وصلت بقى معايا لحد هنا ونسيت تصلي على الرسول، صلى على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبي وشفيعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أتمنى الفيديو يعجبكم إن شاء الله يا حبايبي، وتقولي في تعليقاتكم الجميلة. ولو عجبكم الحلقة ما تنسونيش في اللايك الحلو منكم والاشتراك في القناة لو انتم مش مشتركين، تنوروني وتشرفوني ويبقى شرف ليا وجودكم الجميل في حياتي. واشوفكم على خير في حلقة جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.